السلام عليكم. وحشتوني والله وحشتوني. وحشني الفيديوهات الجميلة الحلوة اللي أنا بحب أعملها لكم، اللي هي عبارة عن ماسكات، عن وصفات، حاجات حلوة كده للعناية بالدلع. أنا جايبة لكم الوصفة اللي أنا عملتها، وعايزة أقول لكم إن أنا خدت الشاور بتاعي. طبعا بسجل الصوت بعد الفيديو علشان انا شغلت ميوزك، فالميوزك دي جالي عليها حقوق طبع ونشر، فخلينا نسجل ونعمل لكم اعادة كده للفيديو من الاول. فانا خدت الشاور بتاعي، وعايزة اقول لكم ان الوصفة بتاعتي رهيبة، بتخلي الجسم، على فكرة انا بعتمدها كل اسبوع كل اسبوع. بصوا بقى، هقول لكم على حاجة. آه الوصفات الطبيعية اللي بتبقى في البيت، صدقوني والله العظيم مفيش احسن منها. مفيش بجد احسن منها، غير السكرابات اللي احنا بنشتريها وبنحطها لجسمنا والكلام ده كله حلو طبعا وبنحتاج، بس هنقولك لما تكوني بتعملي حاجة طبيعية بتبقى حاجة كده جميلة، جميلة جدا، وعارفة ان جسمك هتستفيد منها ومفيش ضرر، ولا هتحسسي ولا. بس في بقى ناس بتحسس من الليمون، بتحسس من الحاجات دي. بص بقى يا بنات، انا هعمل ايه. بما إيه، عايزه اغير مود طبعا، هولع الشمع وهدخل الحمام، اخد الشاور بتاعي وادلع نفسي واعمل طاقه لنفسي حلوه، ايجابيه جديده حلوه كده. ولعت الشمعة الحلوة، شغلت ميوزك هادي كده، وبعدين البخور بتاعي، الطبق بتاعي ده طبعا شكله عامل كده، بس ده من التراب بتاع الفحم. انا بحط بولتين كده في قلب بعض، فبحط الفحمة بتاعتي وبعدين هحط شوية البخور بتوعي. وشغلنا الحاجة اللي هي المزيكا، وتعالوا بقى نقول لكم ايه بقية المكونات، مش بقية، اقول لكم ايه اللي انا بستعمله في الوصفة بتاعتي. هنا بقى الطبق السحري، اللي هو السحر بتاعي انا، الكنز بتاعي انا، الحاجة اللي ما بقدرش استغنى عنها انا بجد، وانتوا كمان هتبقوا مش تقدروا تستغنوا عنها. اللي انتوا شايفينه ده طبق البن، مش البن بقى البيور، لا، ده البن اللي هو اللي انتي بتكوني شاربة الفنجان الحلو بتاعك، وبتسيبي القعر الطفل زي ما يقال، فهماني. فالحبة اللي في الاخر خالص دول اخدهم بالمعلقة الحلوة كده، واقعد احوش فيهم احوش فيهم احوش فيهم، وبعدين اعمل ايه، اعمل احلى وصفة محترمة. بصوا الطبق كان انا غسلاه وكل حاجة، كان مطرحه وصفتي اللي كانت قبل كده، كنت عاملاها من يومين، اللي هو الصابونة الدوف والبيبسي. طبعا انتوا فاكرين عارفين الوصفة، لو كده شوفوها على القناة يعني. المهم بس خلينا في وصفتنا، علشان بس ايه ما تروحوش مني في حاجة. زي ما انتوا شايفين كده، خدنا البن اللي انتوا شايفين ده معلقتين 3، وخدنا الطمي اللي بجيبه سايب كده من عند العطار، طمي مغربي، تقولي له عايزه طمي مغربي. انا حاطه شويه محترمين في البرطمان بقالهم زمن عندي، زي ما انت شايفه كده، بتاع نص معلقه، معلقه الا ربع. بصي هي مش مقدار معايا، هو يعني زي ما تقولي كده، بتحطي من كل حاجة حبة حلوين كده، مش لا كتار ولا قليلين، بس الأساسي معانا هو البن اللي بيبقى كتير، لأن هو العامل الأساسي في الليلة ديت يعني، هو الأساس بتاعنا. دي بقى حنة بيضة برضو من عند العطار، تقدري تستغني عنهم يا ست البنات. تعالوا بقى، ده الملح اللي بيتغسل بيه، اللي هو السكراب ده بيتغسل بيه لوحده الجسم، بس انا باخد برضو منه، بحط منه حبة. ليه؟ انا ساعات على فكرة بزود في الوصفة دي، انا ما زودتش المرة دي لان انا استكفيت ان انا خدت من الملح دوت، لان هو بيتفرج بيه الجسم بس بيور كده لوحده. ساعات بحط الكربونات، بحط كربونات وما تستغربوش، بس بما اني حطيت الملح بتاع الجسم دوت فخلاص اوكي، انا مش هحط الكربونات، تمام. فانا استكفيت بيه وحطيته كده زي ما انتم شايفين، ومعلقه نشا بسيطه كده الا ربع، يعني المعلقه اللي في ايدي دي كبيره على فكره، معلقه الا.
وعلى فكرة لو عندك رز مطحون، بصوا الوصفة دي اي حاجة عندك في البيت حطيها، عايزة تستغني عن اي حاجة استغني، عايزة تحطي اللي عندك حطيه. ده العسل بتاعي بس في الفريزر، في التلاجة انا بحطه، هو تقيل شوية وماسك لان هو كان في التلاجة، ما فيش اي مشكلة. وبعدين بجيب الشاور الجل، الشاور بتاعك اللي هو الجل بتاع الاستحمام، اي نوع انتي بتحبيه بتستعمليه، ما عندناش اي مشكلة. بما ان انتي هتستعمليه على الجسم وكده، فاكيد حطي الشاور. على فكرة انا ما حطيتهاش في وشي بصراحة، بس انا بحطها في وشي على طول. التركية بتاعت الشاور دي انا لسه يعني حطاها كمجرد ريحة حلوة تغلب شوية على ريحة البن. اوكي، فانا بصوا انا حطيت زي ما بقول لكم كده. تاني حاجة يا بنات، انا حطيت الليمون زي ما انتم شايفين، بعصر عادي بالبذر، اوكي مفيش مشكلة. كل ده بيتفرج بالجلد كده وبطن ايدك، وبتشتغلي بقى في جسمك رايح جاي بعد المية السخنة، بعد ما تخلي جسمك خالص يبوش من المية السخنة. تمام. انا بقى هم دول اللي انا حطيتهم، ما حطيتش مواد سايلة زي ما انتم شايفين. انا ممكن اقول لكم انا بحط مواد سايله ايه، اللي هي بدل الشاور جل كده بحط ايه. انا ساعات بحط معلقه يعني غطا كده، او حبه حلوين كده، يعني بضغط شويه على على الغسول بتاع البشره اللي هو ستارفيل او ايا كان ارجنتو او ايا كان من الحاجات اللي بستعملها. فانا بحط ساعات منها كده ايه، حاجه بسيطه لو انا حابه ان انا استعملها على بشرتي. تمام. بس فالمهم زي ما انتم شايفين، بصي هي راحت وجت معايا ازاي وبقت لينة من الليمون ومن الشاور، حاجة بسيطة. عايزة اقولك ان ده ماسك افضل من الطمي المغربي، والله بجد. اللي بتروحي تعملي مش افضل طبعا، بس انا بتكلم افضل من ان انت تروحي تدفعي مبالغ خرافية. انت تقدري تخلي جسمك ده زي الحرير، فل شمعة منورة طبعا، بحاجات من البيت. شفتي انا بعمل ايه؟ بعمل حاجة بسيطة قوي، مش حاجة صعبة ولا اي حاجة، حاجة بسيطة جدا 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 زي ما انتم شايفين. اقسم بالله والله العظيم، والله والله فعلا الوصفة دي لو انتوا استعملتوها هتدعوا لي دعاء من هنا لسنين قدام. انا بعتمدها وما بقدرش استغنى عنها، كل اسبوع لازم اعمل الوصفة دي، لازم اعمل الوصفة دي. بتشيل الجلد الميت، شعر تحت الجلد مع الفرك. بصي بقى ببطن الايد، يعني انت تخيلي بقى ما هو بقى انك تشتغلي بقى على رجلك وعلى ايدك وعلى كل حاجة، تخلي الجسم معاكي ما شاء الله زي الفل. دي الوصفة المعتمدة بتاعتي، اللي هي السحر بتاعي والكنز بتاعي، واللي فعلا فعلا انا معتمداها بقالي سنين، حرفيا سنين سنين سنين. بس طبعا مش هبخل عليكم طبعا، لان انتوا اخواتي، فطبعا مش. بصوا الايد من دي بجد حرفيا، يعني الايد دي غير دي، والملمس فوق فوق الرائع. فبس هي دي وصفتي ليكم النهارده، فاكيد انا عارفه انها تعجبكم، فممكن في الكومنتات تكتبوا لي، اللي يجربها اكيد يقول لي ايه رايه فيها. وبصراحة لو حد بيحسس من الليمون مفيش اي مشكلة، ما تحطيش ليمون، ما عندناش اي مشكلة نلغي الليمون خالص ونحط الشاور ونستكفى بيه. بس انا بشوف ان الليمون بيقتل اي بكتيريا، بيقتل اي حاجة، بيخلي ريحة الجسم حلوة برضو، بيظبط الدنيا بصراحة. الليمون لا غنى عنه بصراحة. لان انا كمان النص الليمونه اللي انتوا شايفينها دي انا مرمتهاش، انا خدتها وبرده من الخلطه اللي انتوا شايفينها دي برضو بفرك بيها في جسمي. فاوكي، فدي اكيد ان شاء الله وصفه هتعجبكم. وطولت عليكم انا اسفه، فتنسونيش باللايك والكومنت الحلو الايجابي بتاعكم. وان شاء الله فيديوهات جايه باذن الله مع بعض. وباي باي.